السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كبسة إلهام، هنجربها مع بعض وهنشوف الفراخ مستوية وجميلة وتستاهل التجربة اللي احنا عملناها ولا لا. هنحط معلقة سمنة ومعلقة زيت، عايزة تحطي زيت كله براحتك، لكن انا عملتها بسمنة بلدي وزيت عشان تديها طعم كده حلو. وكمان هندي لون للفراخ بدل ما نحط البصلة. الهام عملت البصلة وحطت عليها الفراخ نية، لا انا حبيت ادي لون للفرخة عشان ما تبقاش مسلوقة في وسط الرز، وتاخد لون كده حلو. هنشوفه مع بعض زي ما احنا شفناه في اول الفيديو. عطيت لون للفراخ، لون خفيف كده عشان ما تبقاش زي المسلوقة في المية. حطيت الملح والفلفل عليها وهديها تصفر من الناحية دي ومن الناحية دي، لون خفيف جدا بس هتدي طعم رهيب. طلعت الفراخ وكنت طبعا مقطعة بصلة وتوم وهنحطه مع بعض. هتاخد البصل والتوم، هتاخد نكهة تحميرة الفراخ دي، هتطلع رهيبة. هنشيل كل الفراخ، كل اللي نزل من الفراخ ده هنحمر مع البصلة والتومة مع بعض، هنديها لون وهنحط فلفل اسود طبعا نظبط الملح لغاية ما هتاخد اللون ده. وهحط ورق لورا واللومي وهحط برضو القرفة، اللون كده بس اهم حاجة ما تتحرقش. وهنحط حبهان، كل التوابل دي هنحطها صحيحة، وهنحط معلقة صلصة، وهنحط برضو بهارات الكبسة لسه هنشوفها. حطيت برضو بهارات الكبسة عشان تاخد تشويحة وتاخد الطعم كله مع البصلة مع طعم الفراخ اللي احنا عملناه الاول. وزودت فلفل اسود وبابريكا وتاخد التشويحة كده. وكنا غالين المية هنحطها بزيادة، هتبقى زي مية المبكبكة، هتبقى المية بزيادة عن مية الرز اساسا. حطينا التوابل وظبطنا كده الملح. واول ما تغلي المية كنا غاسلين طبعا الرز اللي هو البسمتي الذهبي، وهنحطه كله بالطريقة دي. المية هتبقى بزيادة زي ما احنا شايفينها مع بعض، زيادة عن البسمتي ما احنا بناخده. دي اول ما تغلي كده راح احط الفراخ تاني، نرجع الفراخ تاني فيها. الطريقة دي جميلة جدا، لكن إلهام حطيتها نية في وسط البصلة، لكن جرب الطريقة دي حلوة جميلة وهتطلع مستوية بدرجة رهيبة. هنحط كده وهنحط كل برضو البهاريز اللي نزلت دي من الفراخ هنحطها نرجعها تاني في مية الرز، وهنسيبهم يستووا مع بعض. ونروح نعمل كمان صلصة الدقوس. ورجعنا كمان حطيت برضو قرن الفلفل الحار، حطيت 2. وهنعمل صلصة الدقوس اللي بتتقلب مع اللي بتتقدم معاها، اللي تتقدم معاها. حطيت البصل، حطيت الطماطم، وحطيت الفلفل الحار وفلفل رومي. عايزة تشيل حار بس هي صلصة الدقوس اساسها الحار، والثوم، وحطيت معلقة صلصة وكله ده، والبابريكا وملح وفلفل، وكله ده هنعمله مع بعض نخلطه كده في الكبة بتاعتنا. وهحط كمان الخضرة، حط خضرة وحاطة معاها نعناع بيديها طعم رهيب. اللي بتقدمها بتحط معاها كبسة الآن، بتحط معاها نعناع بتديها طعم جميل. شكلها يشهي، شكلها يشهي. وهنديها كمان ممكن تقدميها نية بالطريقة دي ومع يعني على الشكل ده، وممكن تديها غلوة. الغلوة دي بتديها طعم جميل جدا. هنقدمها كده غلوة واحدة بحيث الصلصة والطماطم كده تديها حلوة. مش بنعمل تسبيكة ولا حاجة، بس هي بتاخد طعم حلو. ليها كذا طريقة صلصة الدقوس، سلطة الدقوس، وكمان هنعصر عليها عصرة ليمونة. يلا تجربيها كده. يلا حط اللايك عشان ما تنسيش في اخر الفيديو، حط اللايك هتعجبك الكبسة. جربيها بالطريقة اللي انا اديتها لك زي طريقة الهام، والتكة اللي انا عملتها فيها رهيبة، شكلها يشهي. زي طريقة المبكبكة بتبقى الرز بيبقى زيادة المية شوية فيها، وبنقدمها وبنقدم كمان معاها سلطة الزبادي بالنعناع والخيار زي ما قدمناها قبل كده في الفيديو، قدمتها قبل كده معاكي. يلا جربيها على الطريقة بتاعتي.
وهنحط كمان وهوريكي برضو اللي هي استوت ازاي. والاوراق ممكن تعمليها بالصدور، والاوراق ممكن بالاوراق بس بالصدور بس، طبعا براحتك. انا عملتها بالاتنين وطلعت جميلة ومستوية زي ما احنا شايفينها. يعني الدبوس خالع كله من بعضه. الطريقة دي يا رب تعجبكم كبسة إلهام.